خجلت وبدأت أصلي في دورة مياه، وما عرفت أن هناك حرام، لكن كنت أصلي. بعدين مشاكل في مدرسة، أذكر كنت في المدرسة وكنت أريد فقط أقرأ كتب الدين، إسلام إسلام، هذا مكتبة أتني إسلام إسلام إسلام. فأحد المدرسات استغربت، وهي علمانية، هي كتبت هذا خطاب لأمي، ابنك عنده مشكلة. فجلسنا أمي وهي وهذا ناس، فوصفوني بعنده اضطراب هكذا مراهق ما أدري إيش، لو ظهر لطبيب هذا علم نفس عنده مشكلة. فذهبت إليه، جلست هكذا في الطاولة هكذا أمام أمي هنا وطبيب هنا، أعطوني ورق قلم ألا أرسم. قلت أفكر ماذا هذا يقصد أرسم، وأتبعد اللعبة لكي ألعب. الطبيب نفسي هو يريد يفكر أنني إرهابي، أن هناك الإسلام مسلم لازم يكون إرهابي. يا ليت قوم يعلمون هذا دين. جلست هذا وأنا غضبت على أمي ولا على هذا الطبيب. ماذا فعلت؟ هذا الرسوم رسمت هكذا عالم إسرائيل وعالم أمريكا وطائران وقنبلة وتفجير هكذا، يعني كان بعد حرب الخليج. خلاص هذا الطبيب قال خلاص كتب تقرير للاستشاري، خلاص مجنون تماما. فهذا الاستشاري أعطاني دواء وأنا ما أشرب أدوية. فأمي يعني مشكلة، أول يعني أثار من المريض أنه يرفض أنه مريض، فأخذني للمستشفى. لما وصلت هذا المستشفى معروف هناك كل المجانين مصاب هناك في المستشفى. فنمت هناك الليلة، شربت الدواء ونمت طول الليلة. بعدين تكلمت مع الطبيب، سبحان الله قال لأمي اتركه لا تشدد عليه، إذا تشدد عليه يكون أشد، هذا مراهق يتركه. الحمد لله. فعدت إلى المدرسة وكنت في اختبار النهائي، كنت أبحث أريد أن أجد المسلمين أين هم. فقلت يا رب يعني أنا من دينك، أن أقرأ القرآن، أنا أريد كيف أصلي، أريد أفهم هذا الدين. فما جاء واحد ولا حزنت. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى إخوان يفعل ما يشاء. وأنت سبحان الله. كنت في المدرسة في اختبار النهائي، فرأيت في النافذة كان يمشون بعض الناس بالتقية، الناس لا يبالي بتقية. هذا إخوان بدنا نقول لكم قيمة عظيمة في الغرب. سبحان الله، كم من الناس يبحثون الإسلام والمسلمين بسبب تقية. سبحان الله، شوف دعوة. هؤلاء الناس كانوا يمشون من موريتانيا من السنغال، أتوا إلى البرازيل لتعلم اللغة البرتغالية. رأيت بتقية، فرأيت في الجريدة وصحائف المسلمون بلباس ثوب وشماغ وأعمام وتقية. خرجت على طول، خرجت من الصف بدون إذن أستاذ. ماذا يكون؟ رسبت. والله لما قلت لهم السلام عليكم السلام عليكم، فهم قالوا لي عليكم السلام. خلاص نجحت المسلمون، وجدت المسلمين. فقلت أنا رودريغو، أنا هذا أريد الإسلام، أنا مسلم، تعال معنا. فذهبت معهم، جلست هناك في مبيتهم، صليت معهم صلاة الظهر والعصر والمغرب والحمد لله. تعلمت كيفية الوضوء وتعلمت كيف أصلي. والله هذه الصلاة التي نصلي يوميا، والله لازم نقرأ الكتب كيف الإنسان يحسن صلاة. هذه الصلاة غالية جدا. هذه الصلاة التي صليناها هي لن تعود مرة أخرى في حياتنا. هذه الصلاة لن تعود. إذا استفدت خيرا لك، وإذا دخلت في الصلاة وخرجت منها كما دخلت أنت ما ربحت شيء. هذا الصلاة غالية جدا. فصليت معهم، جلست معهم شهر تقريبا هكذا، أذهب إليه كل يوم. أعطوا إلي تقية والقرآن العربي والقرآن البرتغالي بدأت، وتعلمت منه الخط والقراءة والكتابة هذا. ومعهم كنت أخذ كلمة بعربي وكلمة برتغالية حتى أسوي قاموس، كلمات يفعلون يعلمون ماذا يقولوا، كلمات. سويت قاموس رودريغو، سويت معجم هكذا. الآن الحمد لله، الآن أنا مسلم، الآن أعرف أنا مسلم. لكن مشكلة أين المسلمون؟ مدينتي هناك 50 عائلة من المسلمين، ما سميت أن المسلمين مروا. فأخذ دليل هاتفي واتصل، فلان موجود، اسمع اسماء محمد أحمد علي مراد، كل اسمه عربي، كل اسمه مسلم. أذهب إلى دكانهم، والعرب الحمد لله في البرازيل هجرة قديمة. فذهبت إلى الشارع، سمى الشارع العرب هناك، كل العرب، كل دكان. ذهبت إليه كذا، رأيت هذا الصورة كبيرة، مسجد الأقصى هكذا، هذا مسلم. ذهبت إليه قلت السلام عليكم. إيش قال هذا الرجل؟ قال لي مرحبا.
شو بدك؟ والله أخي مخيف هذا. تصور أنك تذهب لمستشفى مريض، تذهب لمستشفى والله أنا مريض الطبيب يقول شو بدك؟ ماذا تريد؟ والله أنت لذلك نقول سبحان الله الأخلاق الكتاب مفيد مهم جدا مهم جدا. قلت له قال لي مرحبا، قلت له أنا مسلم. أنت شو؟ أنا مسلم. كيف أنت مسلم؟ شو اسم بيتك؟ كوزمي. شو اسم أمك؟ جاني. من أين أنت؟ من هنا بورتو أليغري. كيف أنت مسلم؟ قرأت القرآن ومسلم الذي يقرأ القرآن مسلم. كيف؟ شو بدك؟ قلت أنا أريد أن أصلي. كيف هذا؟ أنا في أشياء أريد أصلي معك صلاة الظهر. لا ما في صلاة. روح من هون، فيلم من هون، روح جيراني هناك في صلاة. فكنت فكر إني والله كنت أقرأ في القرآن، أقرأ الكتاب المسلمون كلهم يصلون 5 صلوات. فاستغربت من هذا الرجل فذهبت إلى جيرانه نفس القصة. السلام عليكم. نعم أنا مسلم أريد أصلي. أنت شو؟ مسلم. من أين أنت؟ من هون. شو اسم بيك؟ كل شيء تقرير هكذا. ما في صلاة. روح تاني. ولا كل الشارع كله مسجد كله نفس الجواب. ما في صلاة. ولا فعلت إلى بيت حزينا عليهم. وترى مسلمون ولا يصلون؟ مسلمون يقرؤون القرآن ولا يصلي؟ معقول هذا؟ طبعا الإنسان لم يدخل في الإسلام يظن كل مسلم مثل الصحابة، خاصة الذين جاءوا من بلاد العربية يتكلمون لغة القرآن، يقرؤون القرآن يفهمونها، لا يحتاجون من مترجم. وأنا حزنت يعني كنت حكز لماذا هذا؟ ذهبت مرارا ولا ما في مشغول. روح فيلم من هون دائما أمشي. حتى من تكرار زيارتي كنت مشهور عندهم بأبي تقية، لأن كنت ألبس دائما تقية. جاء أبي تقية وكنت هناك مقهى يجلسون هناك ويشربون الشيشة وارجيلا ودخان كل شيء، وكنت أذهب إليه أخذ القرآن هكذا أجلس أقف هكذا أمامهم لعلهم يروني ويقول تعال اجلس معنا، ولكن ما فائدة. فأذهب إلى دكانهم، فحتى واحد منهم الحمد لله قال طيب خذ رقم مركز إسلامي بسان باولو وروح عنده بعد ما بترجع له خلص. والحمد لله يا إخوان شوف كل مسلم فيه خير، كبير وصغير، غني وفقير، عالم وغير عالم، كل مسلم. الاستوديو التحليلي. أهلا وسهلا بكم أيها السادة المستمعين في بداية الاستوديو التحليلي. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ إبراهيم بن راشد الطلحة. أهلا بك فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. ومعنا الكابتن حسن العتيبي حارس نادي الهلال والمنتخب السعودي. أهلا بك كابتن. يا هلا ومرحبا. بداية يا شيخ سؤال ربما يتوارد لذهن السامع، وهو شيء غريب أن نجد شخص في سن 13 يمج دينه ويمج ما كان عليه من عادات وتقاليد ويبحث عن الحقيقة في هذه السن المبكرة. هل من تعليق على هذا يا شيخ؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بصراحة يا إخوان شيء عجيب جدا أن نجد واحد عمره 13 سنة يبحث عن حق. 13 سنة حين عيان الله يدين بالسياكل ومش يوارع. هذا ايش يدل عليه؟ يدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشرك وأهله. صراحة أنا يعني انبهرت في موقف أخونا حسين الله يوفقه وعمره 13 سنة وهو ينظر إلى الخلاف الموجود في دينهم. الآن تجد واحد يعني من أصحاب هذه الأديان تلقى مهندس ودكتور ومن عباقرة العالم، لكن عقله ما دل على الحق. لكن أخونا حسين الله جل وعلا نور بصيرته ودله الله جل وعلا على الحق. ننتقل إلى الكابتن حسن من خلال أيضا مجريات القصة. عندما فتح رودريغو القرآن لأول مرة وجد فيه إجابات لأسئلة كثيرة كان يبحث عنها عندما كان في الدين النصراني. تعليقك على هذا الموقف؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله أنا يعني لما سمعت القصة دمعت عيني وحمدت الله سبحانه وتعالى إني موجود في مجتمع مسلم زين، والعائلة يعني عائلة مسلمة، أبوي مسلم وأمي مسلمة، فسبحان الله أنا على الدين الحق. فسألت نفسي بعض الأسئلة، هل لو كنت أنا مكانه